السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيوا الشعب العظيم. اليوم يوم 25 يعني يوم أفلام المتابعين، الأفلام الحصرية اللي بجودة الواقع بعيدا عن الخزعبلات. أفلام عبارة عن أكشن وكوميديا والرعب وكل الأصناف في صنف واحد. قل لي فين تلقى كده؟ مو عندنا، ما حتلقى، بس عندنا الحين. المهم ما أطول عليكم، عندنا أفلام زي الرز، عشان كده لا تنسى تصلي على النبي وتدق زر اللايك وتفعل جرس التنبيهات ونخش في الدش. السلام عليكم، معاكم أحمد من السودان. حيوا أهل السودان، حياكم يا أبويا. بالله جيب لنا الكسرة والملاحية ولا عليك الله. نبى جبنة لازم جبنة يا برو، ما جبت جبنة يا أبويا ما ينفع كده. المهم القصة دي حقيقية وصارت معايا في مدينة بور السودان، على ما أظن بيقولها بور السودان ولا المهم أنا أقول لها بور السودان عشان لا تصعب علي. عندنا مدينتين في السودان معروفة بالجن، هم سواكن وبور السودان. كنت أنا ولد عمي راجعين على البيت وكان الجو ممطر، وكان في عمارة في الحارة كل شخص يسكن فيها الصباح يصير مريض جدا وما عرفوا السبب. المهم كنا أنا وولد عمي راجعين وأشوف غيمة حرفية على شكل غوريلا. يا ولد غيمة على شكل غوريلا كيف كده؟ انت من جدك انت بتحلم ولا الهرجة دي من جد؟ خلينا نشوف ايش بيقول. تمسك راس البناية واشوف عندها عيون حمراء. يهو غيمة دي ولا انت قصدك غيمة غيوم ولا انت قصدك شفت انك غوريلا كده ولا تخيل لك ولا ايش الهرجة؟ انا ماني فاهم. وتطالع فينا قبلت على ولد عمي لقيته هرب وتحركت الغيمة ورايا وانا صيت اجري باقصى سرعتي. من سرعتي خليت ولد عمي وراي وانا اجري. يا ولد شكلك كيت سبرنت ما في زيه، عفشك والجبل تقول لي هو مع انه جري قبلك شو لسه وقته والله ارجعني. المهم وانا جريت وكان في بيت قريبي، فتحت الباب ودخلت ودخل ولد عمي وراي وطلعت في ولد عمي لقيته خايف وقال لي لا تخبر احد لانه راح يضحكوا علينا وما يصدقوا. شوف يا الهرجة ما تخش الراس، انا بحب بجد اقراها. قلت لها غيبة كيف غيوم تتشكل وتلحقك؟ الهرجة كده غريبة عجيبة. عارف في قصة تانية عن سواكن بس دي صارت مع امي وخالتي، قول لنا هي لازم تقول لنا هي هذه. المهم اللي بعده. السلام عليكم يا كاي، قصة طويلة بس ان شاء الله تقراها. طيب حنقراها وليش لا ما نقراها؟ نقراها يا ابويا لو كانت كتاب كامل. الله اسحب عليك انتبه. المهم يوم من الايام كنت جالس انا واثنين من اصحابي نخطط نسرق طفاية حريق. طفاية حريق؟ ايش تسوي طفاية حريق؟ اخر شيء فكرت انه في انسان يسرق هو طفاية حريق، ايش تسوي؟ يعني انت بتستنى تصيح حريقة عشان تقوم تطفيها ولا ايش الهرجة؟ خلينا نشوف. المهم سرقناها، قلنا نروح مول نرش البشر في. يا ولد ايش في يا ابويا؟ انتوا اصدقاء سوء كلكم في بعضكم، ما اقول انت معانا، انت صاحبنا الشعب العظيم بس برضك صديق سوء. كيف تاخذ طفاية وتروح تغش الناس؟ ايش في؟ ايش مقلب هو؟ حتى لو مقلب هذا ما حد حيرضى. الانسان صاحبك لو رشيته طفاية حريق حيطاردك يقول بيتضرب معك، كمان ترشوا ناس ما تعرفوهم. ايش بيصير بعدين؟ فعلا رحنا سوينا اللي في بالنا، خلصنا الطفاية من البجاحة كنا جالسين في. يا ولد والله هذا هو شين وقويعين. سويتوا مشاكل في المول وقاعدين في المول كمان. الله اكبر. فجأة واحد من العيال قال حراس الامن يا عيال كلنا شردنا ونسيت اقول لك كنا جايين بدراجات ربطنا. دراجات. شوفوا كل جروب تشوفوه بدراجات تأكدوا الجروب ده مشاغب. شفتوا في امريكا مو في ناس كذا بيجوكم بدبابات زي كذا هبز وما ادري ايه الدبابات ديك، دولاك كلهم كذا مشاغبين. طيب حق الدراجات هنا في السعوديه كلهم مشاغبين نفس الهرجه، يجوك كذا انت ماشي حالك حسابيلك تشوف كف من ورا. ايش مجموعه ناس جو بدراجات ويبوك تطاردهم ومبسوطين وزي كذا، نحب يسووا مشاكل. الله فتحت نفسي. المهم نحب نسوي مشاكل يعني الله يسامحنا بس. المهم ولو تبغوا قصه الهجه اللي صارت بدراجات انا حاديكم بعدين، هاد قصه كذا يا ابويا حقول لكم هي سويناها بدراجات. انا الحين جالس انصحها. المهم بس ما افتخر بالقصه بصراحه لانه كان شغب يعني وكنا اطفال يعني الله يسامحنا بس. المهم هنا بدراجات هابطينها في شجره في نفس المول. المهم اخذنا الدراجات ورحنا وما مسكونا. طبعا جينا بعد يومين دخلنا جوا المول. انتوا بعقلكم تسووا مصيبه في محل وترجعوا لنفس المحل؟ اكيد حتمسكوا اكيد. ايش صار؟ فجاه حراس الامن مسكونا ودخل. اكيد سهله جدا بسيطة، المعادلة بسيطة. سويت بقعة في محل لا تجي خلاص انسى المحل ده. لو تبغى تجي تعال بعد شهرين ثلاثة، اما تجي في عد يومين ليه؟ هم ايش تحسب ذاكرة سمك عندهم ولا ايه؟ دخلونا جوا المول. فجأة حراس الامن مسكونا دخلنا عند راعي المول كرم الشرطة بس الشرطة طلع صاحبه خوفونا شوي ورحنا. الحمد لله انه خوفوكم، عرفوا انكم صغار وبزوغة فلازم كده يقصوا لكم الاذن شوية، وان شاء الله يكون كده اعتبرتوا منها يعني. لو طلع واحد تاني وداك القسم خلاص جي والله حتتعاقب. ولا بعده القصة اللي صارت لي لازم تاخذ العبرة منها وما تسوي الخطأ الفادح اللي انا سويته. ايش هالشيء ده؟ في يوم من الايام دخلت مقطع من مقاطع كاي. انا ايش سويت؟ صلي على النبي. ايش فيه؟ كنت مستمتع مرة وصار لي شيء ما في الحسبان الا هو اني ايش استعدوا يا ابوي اقول ايش الهرجة، نسيت احط لايك واشتراك وبس.
حط لايك واشتراك الصورة عند كايا الأسطورة بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي المصيبة العظمى، هذه هي المصيبة العظمى. هل تستخسي في اللايك يا غلام؟ وأنا أبربر لمدة ساعات وأمنتج لمدة ساعات وتبخل علي بضغطة زر، ضغطة زر فقط. يا عيب الشوم، إيش دخل؟ أنا ما أدري، بس دق لايك الله يعطيك العافية. ولا بعده. السلام عليكم. في عام 2020 أخويا كان جاي من الشغل وكان تعبان كثير وقال راح أروح الطابق الثاني أنام. بعد 10 دقائق يجي اللي عندنا وجالس وكان مصدوم، وقلنا له إيش في إيش صار، وشفنا على ظهره مكانيات كبرانة صح، وقال إني كنت نايم على بطني وفجأة واحد ضربني كف وطلعت يمين يسار ما في حد. وبعدين طلع البيت كان مبني على مزار قديم. إيش مزار قديم ده؟ ما أعرف إيش، قبر ولا إيش الهرج. وبعدين جني أداه كف ديشة. كاي هذا الوحيد اللي يقدر يقول أخذت كف ما حد أخذه في العالم. يا واد جني يد كبرانة كمان. بعدها نقلنا من البيت وما رجعنا للحالة ديك. صدقني هذا هو القرار السليم. أهنيكم على القرار ده. أنت من أصغر واحد في البيت لأكبر واحد، أنتوا فكرتوا بتفكير سليم. دم واحد أخذ كف ليش نقعد؟ هذا كده تحذير، عارف الدوك تحذير. هذا كف على الطاير كده قالوا له، اما تزودها وتقعد زياده يمكن جي بعدها. ولا بعده. السلام عليكم، انا من المغرب، عندي خالتي مسكونه بالجن. مره كنت عند جده جالس وفجاه بدات خالتي المسكون تناظر فيها بنظره مخيفه وحد. شفت فيها قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كمان مسكونه وتطالع فيك يا ولد، قوم حرك على طول. سلام سوي نفسك ما بتشوف. تعرف النظره ديك اللي عين عندها وعين في الطريق حقك زي كده، تقوم تمشي سلام اول ما توصل عند الباب ما توقف الا في البيت. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن ما متغير شيء. فجاه سالتني هل املك صوره في هاتفي لنفسي وارسل لها؟ من قوه الصدمه نظرت فيها وقلت لها انا لا التقط صور لنفسي. جحت نفسك يا ولد، ده رفع قوم حتى لنفسه. يقول لك انا لا التقط صور لنفسي لاني لا احب كاميرا الهاتف ولا احب نفسي. يا ولد رفع نفسه قب تماما، حتى ما يحب نفسه يقول لك ولا احب نفسي. يا لطيف. ولا احب نفسي. وبدأت ادخل واخش في الكلام، والحمد لله دخلت علينا خالتي اخرى وشافتني اكاد اصبح كلمون، ما اعرف شو هو كلمون، واخذتني من الغرفه وحكيت لها عن الامر. قالت لي ليست هي اللي كانت تتكلم معك، كنت تتكلم مع جني يعني. كاي والله من حقك تقعد تنكر نفسك يا ولد ارفع قوب حتى يا ولد، حتى نفسي حتى كلام ما اعرف اتكلم بعدها وقتها. ولا بعده. السلام عليكم يا كاي. مره كنت انا وعبد الله بريد صاحبي بالليل سامرين في الشارع لين اشوف لك قط اسود يمشي، قمت شلت حجره الا وارجمه فيها، وفجاه القط يصيح ويتحول اللون الابيض يا ولد. الا انا وعبد الله نشتري نهرب ونحس جسمنا ما يتحرك، وفجاه انا ابكي وعبد الله يبكي. الا يجي لك القط ويتحول لانسان يشبهني ويعطيني كف قوي ويقول لي نفس صوتي انا ما عملت لك شيء ولا ايش ترجمني؟ قلت له احسبك قط عادي. قال لي لو عدتها في انا او قط ثاني ما راح يحصلونك اهلك. قلت له اخر مره انا وعبد الله نروح كل واحد بيته، واليوم الثاني نحكي القصه لاصدقائنا ما يصدقون. انا بنفسي ما صدقتك. كيف بس تتحول بيضه، ولما تتحول بيضه تتحول انسان وتتكلم معك هذه ما تخش العين. لو قلت بك تتحول بيضه وشردت اكان بها، كمان تتحول انسان وتكلمك وترد عليها وما تخش العقل. صدقني اسمك كريم بدر، صدقني ما تخش العقل. لو كان حقيقة كمان الله يعينك بس ما تخش العقل. صدقني لا تقول لأحد القصة دي تاني، لا تقول لأحد لأنه ما حد حيصدقك. اديتك هي الزبد. ولا بعده. هذه القصة قبل 7 أو 8 أو 9 سنين. هو أرسل على بر، ما انت حتى السنة كم. لا تخلينا يا ابويا كده ابدأ اشكنا البداية انها كيس. المهم نسمع القصة. مرة رحت اشتري ايس كريم وبريك، وانا راجع البيت في سيارة اجت وصدمتني، وطحت واشوف الرجال نزل من السيارة وحملني ودخلني السيارة، وكان عندنا افراد او مرافقين لحقوا السيارة، وصاحب السيارة وداني المستشفى. اقوم وانا بالمستشفى جالسين يعملوا لي فحص العظام عشان يتأكدوا، وانا كان همي وقتها الايس كريم حقي والبريك. هيا شيل. هذا هو هم يضحك وهم يبكي. الناس همهم الآدم إذا صار في شيء هو همه بطنه. بما إنك سليم نقول فكرتك حلوة، لو ما أنت سليم كان جي نقول. المهم ولا بعده. السلام عليكم. أنا كنت قبل بضع سنين ما أدري والله، بس كنت أبي أنام وحاولت بس ما نمت، فطلعت للصالة إلا أشوف واحد عليه فرو مرة، وجيت أركض بسرعة بعدها صيد بطيء وجاء مسكني وخنقني، بس صحيت من النوم وطلع حلم. هيا شي الجرس سلو موشن ده يا شيخ. أنا شوف من كتر ما كان يجيني
صرت محترف فيه، عارف؟ صرت دحين لما اشوف نفسي باجي سلو موشن اعرف انه حلم، ابدا اقول لنفسي ترى حلم ترى حلم ترى حلم شويه واتحكم في الحلم من كتر ما انه الجري سلو موشن ده بيجين. انا حاس كيف حسيت بها وكيف ما صحيت زعلان وكيف انا حاس بكل شيء وعارف. عوافي يا صاحب عوافي، اعتبرني بطبطب على كتفك واقول لك عوافي، انا حاس بيها وعارفها عارفها ما عليك. ولا بعده في يوم من الايام كل ما اعود من الشغل كنت ألقى البيت غير مرتب ولكن أنا توقته مرتب. وفي يوم قررت إني لا أذهب إلى الشغل ورأيت أن البيت يهتز، أسمع أصوات أطفال يبكون وبدأ يعلو الصوت، ثم خرجت من البيت بكل سرعتي من حقك وذهبت عند الشيخ وحضرته وقال لي إنه عشيرة من يا ولد عشيرة كاملة مو عائلة، عشيرة كاملة من جد تسكن في البيت. يا لطيف أنت سبت لهم البيت ولا إيش الهرجة؟ ما كمل القصة، ما تقعد تعلقنا كده يا رجل، إيش في إيش صار قول لنا. ولا بعده السلام عليكم. وعليكم السلام. قمت من النوم على الساعة 3 بالليل وإلا أشوف عند الباب شخص طويل أبيض البشرة وصوت كلب، وأزيدك كنت ما أقدر أتحرك إلا والشخص هذاك يدخل للغرفة وجيت أقرأ سورة الفاتحة إلا ونط علي وجهه تغير 360 درجة والاقي نفسي قايم وامي قاعده تقول لي ليش قاعد تسرج يعني تصرخ ولا ايش بالضبط ماني عارف. ملاحظه كانت امي تقومني على نفس الساعه اللي قمت منها. اتمنى تطلعني متابعك من الجزائر، حيوا اهل الجزائر كلكم على بس قول انا تسرج قصدك بتصرخ ولا ايش الهرجه بالضبط. وهذا كان كابوس. والكوابيس هي زي كده لما تحس نفسك تبغى تقوم تشرد وما تتحرك، هذا كابوس كابوس كابوس. ولا بعده قبل امس كنت قاعد في السقف، ما قلت لكم قصص حصريه؟ القصص اللي عندنا حصريه ما تلقوها في اي مكان كده الدغري بتصير على طول يجي يقولوا لك صارت هنا. هذا هو الشعب العظيم، هذا الشيء اللي بيصير. المهم نكمل. قبل امس كنت قاعد في سريري بنام لكني ما قدرت، فقعدت اهوجس وكنت اهز رجلي اليسار وانا قاعد اهزها لمست شيء وما كان في شيء جنب رجلي اليسار، وعلى طول وقفت هز وفتحت النور وما لقيت شيء. تعوذت من ابليس، قعدت اناظر تحت السرير يمكن جرذي ولا فار، ايوه اكيد يمكن لمست فار او شيء، وما لقيت شيء. يهو قعدت مع نفسي اقول ارجع انام ولا لا، وكانت الساعه 1:54 يعني الساعه 2. فتذكرت اني ما ارسلت صلاه الوتر اللي عندي لاني دائما ارسلها لكل اللي عندي كل يوم. الله يعطيك العافيه، جزاك الله خير يا اخي. فشكله لمست جن مسلم، شكله اكيد انه يذكرك ولا شيء. الله يرزقنا الجن المسلم ده انه يقعد يذكرنا في الاشياء دي، نحتاج ناس تذكرنا زي كده والله. فاستمر على الشيء اللي عندك بتذكر الناس انت. الله يعطيك العافيه وجزاك الله الف خير يا ابويا. وصلاه الوتر اللي بيتابعني الحين هو لو كان في نص الليل صلاه الوتر بنذكرك احنا كمان عشان نكسب اجرك وزي كذا الامور تضبط ان شاء الله. المهم ويا الشعب العظيم، الجزء الخامس من سلسله افلام المتابعين بتكون حلقه خاصه، ودائما حلقه خاصه حتكون صوتيات. كيف صوتيات؟ يعني تيجي على الانستغرام ترسل لي صوتيه تحكي فيها قصه وانا راح احطها في المقطع، واتمنى تحكي لي القصه باختصار، يعني لا تقعد تقول لي صار كده وتسكت وبعدين صار كده لا، احكي لي قصه باختصار يعني بشيء مفهوم، يعني لا تسرع مره ولا تكون بطيء مره. المهم وهذا حسابي على الانستغرام، حستقبل قصصكم من دحين، وتلقوا رابط الحساب في البايو والتعليق المثبت. لا حد يكتب قصته في التعليقات، الكل يروح يرسلها صوتيه. نبغى نسوي حلقه خاصه جديده. ولا تنسوا تصلوا على النبي وتدقوا زر اللايك وتفعلوا جرس التنبيهات ولا يطيح شيء. وهذه هي حلقه اليوم، يلا جي